في الساعات الأولى من تشرين الأول أكتوبر وصل فريق مكون من 3 أشخاص سعوديين إلى مطار أتاتورك، هم طليعة الفريق المتهم باغتيال الصحفي جمال خاشقجي. كانت مهمة هذا الفريق محددة: التجهيز والإعداد، ثم إرسال رسالة إلى الرياض مفادها أن هذه المهمة يمكن أن تنجز. شهد مطار أتاتورك وصولا متتاليا على مدار يومين للفريق المتهم باغتيال خاشقجي. وصلوا على متن طائرتين تجاريتين وطائرتين خاصتين. طليعة الفريق كانت مكونة من 3 أشخاص وصلوا في الأول من أكتوبر تشرين الأول على متن طائرة تجارية. توجه الفريق إلى فندق موفنبيك الذي يقع في حي بشكتاش في إسطنبول، على بعد أمتار من مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. لم يمكث الفريق الذي كانت مهمته استطلاعية طويلا في الفندق، إذ وبعد ساعات قليلة عند الظهر توجه الفريق إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. بعدها بساعات قليلة أظهرت كاميرات المراقبة الفريق نفسه وهو يقوم بزيارة منطقة غابات بلغراد شمال اسطنبول في مهمة استطلاعية على ما يبدو لم تستغرق سوى أقل من ساعة. عادوا بعدها إلى فندق موفنبيك. في اليوم التالي 2 من أكتوبر تشرين الأول وعند الساعة 1:45 صباحا تصل مجموعة على متن طائرتين خاصتين بفارق ساعة بين كل منهما. حملتا باقي الفريق بمن فيهم ماهر عبد العزيز المطرب أحد حراس ولي العهد السعودي، وصلاح الطبيقي الطبيب الشرعي في الأمن العام السعودي. التقطت كاميرات المراقبة صورا للفريق وهو يحصل على ختم الدخول، واستغرق خروجهم من المطار قرابة الساعة. سلك الفريق نفس المسار من مطار أتاتورك إلى منطقة بشكتاش، حيث فندق موفنبيك الذي سبقهم إليه الفريق الأول على بعد أمتار من مقر القنصلية. تظهر صور كاميرات المراقبة ماهر عبد العزيز المطرب وصلاح الطبيقي وباقي الفريق يدخلون الفندق ويمكثون في غرفهم حتى 49 صباحا، حيث تظهر كاميرات المراقبة خروجهم عند هذا التوقيت. توجه الفريق إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول في 3 سيارات، إحداها مستأجرة وأخرى تابعة للقنصلية. دخل أعضاء الفريق 15 تباعا وفي مقدمتهم المطرب والطبيقي إلى مقر القنصلية بين 9:55 و11 صباحا. وفق مصادرنا فإن الفريق قام بتجهيز وتهيئة غرفة القنصل بانتظار وصول جمال خاشقجي الذي اتصل عليه موظفون في السفارة من أجل أن يحصل على أوراق تثبت عزوبيته. بعدها بساعات قليلة وعند 1:14 ظهرا دخل الصحفي جمال خاشقجي مقر القنصلية لإتمام أوراق تتيح له الزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي انتظرته في الخارج، وقد أعطاها هاتفه وطلب منها الاتصال بصديقه إذا تأخر في الداخل. بعد 2 ظهرا بوقت قصير
تسجل كاميرات المراقبة التابعة للشرطة التركية خروج شخص يرتدي نفس ثياب جمال خاشقجي. تبين فيما بعد أنه مصطفى المدني الذي وصل مع فريق الاغتيال ودخل إلى القنصلية صباح اليوم نفسه. يتجه مدني بصحبة شخص آخر في الفريق إلى منطقة السلطان أحمد كما يظهر في هذه الصور لكاميرات المراقبة، لينتهي به الأمر وقد بدل ملابسه وعاد إلى الفندق لاحقا. بعد أقل من ساعتين بقليل من دخول الصحفي جمال خاشقجي إلى مقر القنصلية السعودية، خرجت 6 سيارات من هنا تحمل أرقاما دبلوماسية. هذه السيارات اتجهت على بعد 200 متر فقط من هنا، حيث منزل القنصل السعودي محمد العتيبي. كانت جميع السيارات من نوع هذه السيارة. وصلت السيارات إلى مقر القنصل وسجلت كاميرات المراقبة هذه الصور لدخولها إلى الحديقة الداخلية للمنزل، وبعدها بساعة خرجت جميعها باتجاه عدة مناطق متفرقة في اسطنبول. يعتقد المحققون الأتراك أن ذلك كان بهدف التضليل، غير أن إحداها توجه لمنطقة زارها 3 من أعضاء الفريق فور وصولهم قبل يوم من مقتل خاشقجي. هنا غابة بلغراد كثيفة الأشجار التي تقع شمال اسطنبول وتتسع لأكثر من 50 كيلومترا. وصلها أعضاء في الفريق المتهم باغتيال الصحفي جمال خاشقجي مرة في مهمة استطلاعية قبل يوم من اختفائه، والمرة الأخرى جاءوا من مقر القنصل السعودي في اسطنبول إلى هنا بعد ساعات من اختفاء خاشقجي داخل مقر القنصلية. فقدت كاميرات المراقبة داخل هذه الغابة أثر السيارة التابعة للقنصلية التي وصلت إليها بعد ساعات من اختفاء خاشقجي. ويعتقد المحققون الأتراك أن هذا المكان إضافة لمكانين آخرين ربما يعثر من خلالهما على أي أثر لجثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قالت السلطات السعودية إن فريق الاغتيال تخلص منها عبر متعاون محلي. عند الساعة 6:30 مساء اليوم نفسه 2 أكتوبر تشرين الأول، غادرت الدفعة الأولى من الفريق المتهم باغتيال خاشقجي، وفي مقدمتها ماهر المطرب من مطار أتاتورك على دفعتين على متن طائرة خاصة، لتلحق بها الأخرى على متن طائرة خاصة أيضا عند 10:50 مساء. كان من المفترض لهذا التقرير أن ينتهي بمشهد جنازة الصحفي جمال خاشقجي الذي اعترفت السلطات السعودية أخيرا وبعد عدة روايات بمقتله داخل قنصلية بلاده وفق عملية مدبرة. لكن آخر صورة التقطت لخاشقجي كانت هنا أثناء دخوله مقر القنصلية في 2 أكتوبر تشرين الأول، وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يعثر على جثته.